ايوه عليكم السلام. يا حاج. حاضر. حاضر هجيلك. في حاجة ولا ايه؟ حاضر حاضر هجيلك. ايوه مين؟ مين؟ ايوه انا يا سعيد. افتح يا سعيد انا عايزاه. ايوه يا حبيبتي منوران. ايوه يا عم عامله ايه؟ هي سعاد يا اخوي لسه ما جاتش لحد دلوقتي ولا إيه؟ لا يا ماما لسه ما جاتش، مش عارف في ايه. الحاج ابوهي لسه متصل بيا وبيقول لي انا عايزك يا سعيد، فمش عارف انا هروح ايدي وهشوف الدنيا فيها ايه. واحنا كمان اللي هنروح لها يا حبيبي، مش هي اللي ماشيه من الدار ترجع، هي اللي ترجع مش انت اللي تروح تجيبها. لا يا ماما ما ينفعش، ما دام الحاج اتصل بيا وقال لي تعالى لو انا عايزك ضروري لازم اقدره، مش هينفع. دي مش جصول، ما دام هي مشيت وزعلانه لازم الجصول اللي انا اروح اجيبها. انا الراجل برضه لازم اعمل الاصول ولا لازم، ما ينفعش ما ينفعش انتوا تقولوا ده نهائي. خلاص بشرط هاجي معاك، هاجي معاك يا حبيبي وهشوف ايه اخرهم الناس دول. خلاص ماشي مفيش مشكله مفيش مشكله يا حبيبتي، هنروح له، هو قال لي على العصريه كيتي هو مستنيني. خلاص ماشي يا حبيبي، انا جبت لك واكل جميل عشان انا عارفه يا حبيبي، عارفه ان سعاد مش هتجيبها البر مش هتيجي البيت من دماغها كده، دي واحده يا ابني عايز تخرب بيتها، فجبت لك اكل جميل. اقعد بقى وانا هروح احضره في المطبخ جوه وهجيلك. هو انا اللي عملت في الدار كل ده يا جماعه؟ انا اللي تعبت سعاد وخليتها تقع كده من طولها، صعبت عليا قوي قوي، والبنت هنان متكسره فوق وامهم مش بينطقوا. كل ده انا عملته مش قصدي حاجه، كل ده عشان عايزه اجيب لهم خلفه الوعد تسندهم وتشيل اسم الراجل الكبير دي. عملت ايه يا دكتور؟ ربنا يصلح حالك يا شيخ، قولي وطمني. ما تقلقيش خالص يا حاجه، كلهم كويسين والله ما تقلقيش. طب قولي بس اهم حاجه، البت سعاد اللي كانت نايمه هيني جنب الفرن اللي اغمى عليها وشلناها انا وانت، ايه اخبارها دلوقتي؟ لا دي عال خالص دي عال خالص، ما تقلقيش بقت كويسه جدا، ما تقلقيش. قولي لها الف مبروك، سعاد حامل بقالها شهر ونص. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، الله اكبر، حامل، فرحتني قوي قوي يا دكتور. طب وام سعاد وامهم اللي مش بتنطق دي والبنت عناء المتكسره دي، ها اخبارهم ايه؟ لا ما فيش حاجه، هي بس مهنا الضغط عندها كان واطي شويه وانا اديتها حاجات والحمد لله فعلا. والبنت هنا ايديها بس يعني فيها جزعه كده بسيط، حطيت لها شويه مراهم وكتبت لها على حاجات تمشي عليها وان شاء الله هيبقى عال. كده هاخد الحساب من الحج، يعني من الحج بري ولا هتدينا الحساب يا حاج عشان عايزه امشي؟ مستعجل يا اخويا قوي على الحساب، اكنها هناكلك ولا حاجه. اطلع بره انجار الحج بره مستنيك، اوعى كده اما اطلع اشوف البيت. انجر ماشي، سلام عليكم. يا بنت يا سعاد، يا بنت يا سعاد، ردي على بنت جدتك يا بنتي، رد. ايه يا جدتي؟ سامعاكي يا حبيبتي، بس مش قادره، دايخه قوي مش قادره. الف مبروك يا سعاد، يتربى في عزك يا حبيبتي ويكملك على خير يا رب. انا مش فاهمه حاجه، هو الدكتور قالك ايه؟ التمرجي الاهبل دي اللي قاعد يفعص في بطني لغايه ما خلاص مش قادره عايزه ارجع. يا بنت انت حامل يا بيت، حامل، الف مبروك، في شهر ونص كمان، ربنا يكملك على خير يا حبيبتي. انا فرحت لك قوي يا سعاد. حامل بجد يا جدتي؟ ايوه والله. وما ابوك عيرف اتصل بسعيد، اتصل بيه وقال له عايزك ضروري. لا ما انا مش عايزه اعرفه اللعبه اللهطل دي، مش عايزه اعرفه ولا هو وامه، انا زعلانه معاهم قوي يا ستي ومش عايزه اكلمهم تاني ومش هروح الدار وانا مش هروح. ما ينفعش، خلاص يا سعاد انت شايله منه دلوقتي، انت شايله ببطنك يا بنتي، ما ينفعش اي زعل، خلاص انت كده خلاص ما ينفعش، لازم تروحي الدار مع جوزك واي خلافات ومشاكل هتتحل يا سعاد، ما ينفعش انت تسيبي الدار كده وتمشي، غلط يا حبيبتي. اهم حاجه اللي امي كويسه، هو طمني على امي، وامي كمان نزلت قالت لي انا اعمل لك واكل عشان تاكلي، انا ما اعرفش امي عرفت ولا لا. والبنت هناء الهبله دي حط لها حاجات على دراعها والحمد لله نزلت وراحت تجيب لنا حاجات كمان. ماشي يا جدي، قولي لابوي اللي انت شايفه اعمله، انا موقفه على اي حاجه يعملها ويبعت. وكمان ام الحرباية ما نخليهاش ترفع لسانها ده تاني علي، بتقعد تشتمني يا جدي، بتقعد تشتمني يا ستي كمان بجهل، ويقول انت مش متربيه. ما تقلقيش، انا هقعد معاها وبستفهي من فوقها لتحتيها، بس اهم حاجه ترتاحي كده، وامك هتطلع لك الفرخه بتاعتك دلوقتي تاكلي، وبعد كده احنا بقى هنقعد معاهم ونطلع لك عينيهم ونشوف الموضوع دي. يلا انا هنزل بقى عشان اخلي امك تبعت لك الوكل، وهو جاي هو وامه، واقعد اشوف اخيرهم من قولهم ايه. خلاص ماشي يا ستي، يلا روحي بقى وانا هنام شويه عشان انا دايخه قوي مش قادره. ماشي يا حبيبتي ماشي، ربنا يكملك على خير يا سعاد، ربنا يكملك على خير يا حبيبتي. انا بقوم، انا هجيب بنت او ولد
وهبقى أقوم أنا سعاد الهابلي هتخلف وتجيب عيل وكيدي وتربيه. لا أنا مش هقدر على الكلام دي، أنا مش هقدر على الكلام دي شكلي. ماشي، أنا هنام بقى شوية. أهم حاجة وأحلى حاجة في الحمل إنك بتتجلعي وتنامي وترتاحي، ولا تعملي أي حاجة في الدار وتقعدي تتجلعي كده على جوزك طول النهار. فأنا بقى هنتفز الفرسي وهنام وهتدلع على سعيد وغيظ أمه كمان. والله النوم حلو قوي قوي. ادخل يا سعيد، ادخل، انا مستنيك. انا مش قلت لك يا ابني بعد العصر؟ اتاخرت ليه كده؟ ايوه يا حاج، ما انا قلت ان انا اروح اصلي العصر واجيلك. انا جيت لك اهو، انا صليت العصر من هنا وجيت لك على طول، انا متاخرتش. ماشي، اقعد جنبي هنا يا سعيد، انا عايزك. وروح هات امك كمان، نزل امك. تعالي يا تعالي خش. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج، ربنا يكرمك. ايه الاخبار؟ وايه اخبار الحاج؟ مش بنشوفه يعني. معلش بقى، الارض واخده كل الوقت بتاعه، وكمان العمال اللي هناك كل شويه يتصلوا بيه واخدين كل الوقت والله. وانت عارف ان الارض محتاجه اهتمام، ولو ما ادهاش اهتمام المحصول مش هيطلع حلو. فهنعمل ايه بقى؟ اكل عيشنا، هنعمل ايه؟ اهم حاجه ام هنا عامله ايه؟ وحشاني. الحمد لله كويس، الحمد لله. بص يا سعيد، المشكله من الاول والاخر عشان انا ما اعرفش حاجه، وبنتي من ساعه ما جت ما حكتليش اي حاجه خالص. انت عارف ان المشاكل في الدار يعني من ناحيه اللي انا اتجوزت وكده، بس كل واحد وليه دماغه. انا ليا قصتي وليا حكايتي، البلد كلها ما تعرفش انا اتجوزت ليه ولا ايه اللي حصل ما بيننا، دي اسرار بيوت يا ولاد. فقول لي بقى، بنتي غلطت في ايه ولا ايه المشكله اللي حصلت؟ عشان انا ما اعرفش حاجه. ما فيش حاجه يا حاج والله، يعني هو سوء تفاهم. احنا كنا قاعدين عند امي يعني في الدار وكانت هنا بتتصل بيها بالتليفون، ما اعرفش بقى يعني قالت لها ايه زرزرت كيدي واتعصبت وعلي صوتها على امي، وبصراحه انا زعلت وامي كمان زعلت قوي قوي. فكل ده عشان هي ما كانتش يعني حابه ان امي تعرف انك اتجوزت وكده، بتقول لي ما تقولش اسرار بيتنا يعني، فاهم؟ فانا قلت بصراحه، انا قلت. فامي سمعتها وهي بتقول لي يعني ايه ان انا ما اقولش، فزعلت. وهما الاثنين صوتهم عالي بصراحه، وامي شتمتها عشان يعني ايه، عشان ابقى صريح، امي شتمتها وعلي صوتها عليها كمان. وبحس كده هي سعاد يعني زي بنتي. سعاد ما تزعل. انا شتمت سعاد يا سعاد وعملت مشاكل؟ انا عليت صوتي عليها ولا هي اللي مش متربيه وعلي صوتها عليا؟ وفاضل ان هي كمان يا حاجه كانت عايزه تضربني بالقلم على وشي. مين اللي مش متربيه يا وليه يا قليله الادب انت؟ مين اللي قليله الادب يا ست ابوه؟ اني؟ انت بتشتميني يعني؟ بقول لك ايه يا حاجه، بعد اذنك انا قاعد مع سعيد وامه، ما قلتكيش تعالي اقعدي معاني، انا مش عايز مشاكل. بقول لك ايه، ما تنطقش يا حاج، انا عارفه الناس دول بيتعاملوا ازاي. ايوه انت وليه مش متربيه، ادام البيت عماله تقولي لها انت مش متربيه واهلك مش ربوك، وكمان بتقولي للواد ما يطلعهاش بره الدار، ما يخليهاش تيجي عنديني. طب هي قاعده عنديني واللي عندكم اعملوه. بقول لك ايه يا ست ابوه، بقول لك ايه، ما تتدخليش للبيت دي في بيتي عشان انت هتخربيه زي ما خربتي بيت امها كده. ما تخربيش بيت سعاد وسعيد يا حاجي، وما تدخليش دماغك من دماغي، عشان زي ما انت ست كبيره انا ست كبيره برضه، وعيب تجلي مني ببيتكم عيب. انت مش بتتكلم ليه يا سعيد؟ انت متنح كده ليه؟ اعمل ايه في النسوان دي؟ انا زهقت، انا تعبت والله يا حاج، وعايز مراتي ترجع معايا الدار، بس هو ده اللي انا عايزه. والله يا سعاد مش همك يعني ان سعاد شتمت امك وهزجتها، وكمان دلوقتي ست ابوهم بتشتمني وبتهزجني وبتقول ان هي مش هتروح معاك الدار؟ طب انا للبيت دي، انا لسعاد، انا لسعاد يا ست ابوه، وهجوز سعيد تاني يوم كمان. سعد ما بيت سعيد وسعاد دي اللي انت فرحانه بيه تسيب بيتها وطلقها من ابني، هيكون تاني يوم في عروسه جديده. في داهيه يا حبيبتي، هو انت جاي عشان تهددينا هنا ببيتنا؟ ان شاء الله بعد ما سعاد تولد يا حبيبتي نشوف الموضوع دي. ايه دي؟ مين اللي تولد؟ بجد؟ سعاد حامل يا ولاد. انا عايز مراتي ياما، ماليش دعوه، انا عايز مراتي على الدار، ماليش دعوه. دي حامل يا ولاد. حامل؟ ربنا يهديه، ده لسه متجوزه. الله اكبر في عينك، مره يخرب بيتك. ايه دي؟ عينك صعبه والله العظيم يا ام سعاد. البيت شالت على طول مش نافع، ولو اتاخرت في الحمل شويه هتقولي ما بتخليفش وابني لازم يتجوز. لا كاديتك كده وشالت على طول اهو. كادتني؟ خلاص انا اللي هي سعيد، يلا سلام عليكم. في داهيه اتفوق، في داهيه يا شيخ، تعبت البيت وخليتيها يا عيني عماله تعيط فوق. ولا انت ايه رايك يا سعيد؟ هتطلع لمراتك وتراضيها وتاخدها على الدار، ولا تروح ورا امك وان شاء الله اما تولد نبقى نشوف الموضوع الجواز انك تتجوز عليها تاني دي؟ اتجوز تاني؟ هو انا قادر اصرف على سعاد وعلى الدار عشان اتجوز تاني؟ لا، انا هطلع لمراتي عشان اطمن عليه وهي وحشان. ربنا يهديك يا سعيد،
ويشيل امك اللي عايزه تخرب البيت دي. ومدام وقفت كده وتنازعني وتاخد وتدي معايا وتعلي صوتها على ست ابوهم، بقت من اعدائي. ومدام بقت من اعداء ست ابوهم هتاخد اللي فيه نصيب كل ما اشوفي. ولا انت ايه رايك يا عبد الله؟ رايك ايه يا حاج؟ هو انت اللي خليتيني ليه يا راجل؟ انا قاعد مع الواد وامه، دخلت اديتيله في وشه واديت امه على دماغي. يا حاجه كبريني شويه يا حاج، انا قاعد في وسطيهم، عيب. انا راجل البلد برضه وكبير البلد، عيب كده اما تكسفيني قدامهم. اكسفك؟ انا عارفه ان الوليه دي مش عايزه غير يتاخد على دماغها. ما تزعلش من كلام الوليه دي، قلت الادب وعماله تشتم للبيت، عماله تشتم في البيت ومش مخليها عارفه تعيش مع الواد. انا بقى اللي هقف قدامها، مالكش دعوه. الحوارات دي الحوارات نسوان، انت مالكش فيها. انت قوم يلا على عروستك الجديده، انت سايبها ليه؟ قايم عملت لي فطور الصبح وفطرت انا وهيجي ونزلت عشان اشوف المشكله. خلصتيها انت؟ ماشي يا حاج، روحي شوفي جمهورك في الدار وانا هطلع للعروسه الجديده. مين بيخبط على الباب؟ انا يا سعاد، افتحي. انت مين اللي بتخبط؟ خش. مش عارفه الصوت اللي بيخبط ده مين؟ مش عارفه صوت جوزك يا سعاد؟ ايوه، ما انت نسيتيني، قعدتي هاني ونسيت الدار ونسيت جوزك ونسيت كل حاجه. بقول لك ايه، هو انت جاي عشان تصالحني ولا جاي كل شويه تضايقني بالكلام؟ انا مش قصدي يا حبيبتي، مش قصدي، بس انت نسيتيني خالص وانت وحشتيني كمان يا سعاد، نسيتيني. انا ما عملتلكيش حاجه، امي هي اللي زعلتك تسيب الدار وتمشي. انت السبب يا اخوي، ما انت السبب. لسانك دي لسانك خباص، انت خباص، بتقعد تقول كلام كتير وانا ببقى جايله لك. انا ما بحبش حد يعرف حاجه عني ولا على اهلي، لا تحب تتكلم وتقول قوي. امك شماتة كبيره وانا ما بحبش اتكلم معاها. على العموم ما تضيعيش فرحتنا. الف مبروك يا سعاد، انا مش مصدق خالص. هتجيبي لي عيل كيدي يشيل اسمي؟ انا مبسوط قوي. فرحان قوي كده ليه؟ هو هيشيل جسم اسم الشاطر سلامي؟ سعيد يعني، هيشيل اسم سعيد. هيشيل مين يعني؟ انت مين يعني؟ دبش، مراتي دبش. انا عارف ان مراتي دبش بالكلام. ماشي يا سعاد، يلا باجي عشان تروحي معايا الدار، عشان كفايه كيد انا قاعد لوحدي هناك، يلا بقى عشان اجيب لك حاجات جميله عشان تاكليه، ونروح للدكتور، نروح للتمرجي يخليه يكتب لك مجويات وحاجات حلوه. يلا قومي معايا يلا. لا يا حبيبي، انا عايزه انام. سيبني انام يا سعيد عشان ما ازعلش منك. سيبني انام، روح انت الدار وانا هجيلك بكره. سيبني انام. لا بقى انت مجنونه كده، وانا مش هاجي اصالحك من ابوك واصالح ابوك واصالح ست ابوهم، وست ابوهم شتمت امي وهزجتها كمان، وفي الاخر تقولي لي انا عايزه انام. قومي فزي يا سعاد، ما زعلنيش مني. يجيلك فزه في عينك انت وامك. بقول لك ايه، انا بقيت حامل يا حبيبي، يعني هروح الدار مش هشيل قشايه من على الارض، وهروح انام كمان. موافق ولا هنام ولا كمل نوم؟ موافق. خلصي بقى وامري لله، يا رب صبرني. انا مش عارفه يا اولاد انا صح ولا غلط. انا عملت شوربه خضار للبيت سعاد صحيتي. انا في علمي يعني ان الخضار ده صحي، يعني يريح بطنها شويه. تعباني بقى، اعمل ايه؟ مش عارفه انا صح ولا غلط. طبعا يا ست الكل، هو انت عمرك عملت حاجه غلط؟ ربنا يخليكي لينا يا ام سعاد. بقول لك ما تتكلمش معايا، انا مش بكلمك. انا قاعده هنا في الدار عشان سعاد وهناء وعشان احافظ على حاجتهم، غير كده مش عايز. ما تتكلمش معايا تاني والنبي. انا ماليش غيرك يا جميل، انت ماليش غيرك. انت عارفه ان انت ست الكل، وعارفه ان انت الخير والبركه. ما اقدرش ابعد عنك نهائي مهما حصل. والله العظيم الجوازه دي مصلحي، انت مش عارفه حاجه. مصلحه يا حاج، ما تخرب بيتي يبقى مصلحي. بقول لك يا حاج، انا تعبان ولسه التمرجي مديني علاج عشان اقوم، وفرحت بقى بالخبر بتاع سعاد. ما تجيش عشان تنكد علي. روح يا حبيبي للعروسه الجديده، وروح شوف يا حبيبي خلفه الواد اللي انت مستنيه. ابعد عني، انا ست كبيره، ويا سيدي بقى ست كبيره ما ينفعش للخلفي ولا ينفع للمعاشره معاي. ابعد عني وما تتكلمش معايا تاني. طب ما تعصبنيش، مش تعصبيني يا ام هناء، واقفه كده وحاطه لي ايدي في وسطك. عيب تكلمي الحاج الكبير كده. ما تعصبنيش، انا جاي عشان اصالحك وراضيك، عشان انا حاسس ان انا قصرت في حقك، فانا لازم اجي وراضيك. ما تزعليش حقك عليا. ما تكلمنيش نص كلمه، وكمان زعلان اللي انا حاطه ايدي في وسطي. كويس اللي ما اترفعتش ونزلت على وشك يا حاج. بقول لك اتجري من قدام، ما تتكلمش معايا. قلت لك كذا مره الكلمه دي ما بحبهاش، ان حقك عليا دي. انا ما بقاش ليا حق هنا في الدار، وامك هتكتب لها نص الدار ساعه ما تخلف الواد ايه اللي انتوا بتبصوا له؟ بكره هيديك على دماغك انت وامك. يا حاج انت فين؟ انا عماله ادور عليك في الدار يا حبيب قلبي. تعال انا اهو. يا نهار اسود، الاثنين في وقت واحد. ايه دي يا ام هناء؟ ايه هادي اهو خالص اهو. انتوا اللي جايين لحد عندي. يا قلبي وحشتني. مش المفروض ان انا عروسه يعني تفضل معايا انا في الجوده جوه؟ ولا انت اللي جايبك هنا؟
ما هو محدش قالك يا حبيبتي ان هو طلقني، ما هو جوزي برضه وهيجي طبعا وهيجيلي وهيتكلم معايا، ولا انت فاكره انت خدتيه لوحدك؟ ماشي، انا مش قصدي حاجه، يعني انا عروسي، يعني المفروض الايام دي يكون معايا انا. وانت مش كنت تعبانه يا مهند؟ وانت مالك انت؟ انا كنت تعبانه ولا مش تعبانه؟ ايوه كنت تعبانه، والحاج جالي عشان يطمن علي، عشان هو ما يقدرش يحس كيد ان انا تعبانه ومحتاجه له ويبعد عني. ماشي ماشي يا حبيبتي، يلا يا حاج، يلا يا حبيب قلبي، يلا عشان نقعد في القاعه شويه مع بعضين، عشان انت وحشتني قوي قوي يا قلبي. بقول لك ايه، شيل ايديكي، مش كيدي مش كيدي، مش هيبقى قدامي عيب. بقول لك ايه، مش هي بتقول ان هي مراتك وانا مراتك برضه؟ احط ايدي في الحته اللي انا عايزاها، وانا احطها فين يعني؟ ده انا احطها على قلبك يا قلبي. لا يتحشي قلبك يا شيخ، قليلة الادب. اني قليلة الادب؟ لا والله انا زعلت منك خالص يا مهنا، انا قليلة الادب؟ بقول لك يا مهنا، عيب بقى، عيب الغيره والغل اللي انت فيه دي. ينفع كده يا حاج تشتمني وانت واقف؟ يلا يا حاج بقى، يلا بقى. الله ما ياخذك يا شيطان، الله ما ياخذك يا شيطان. امشوا من قدامي، امشوا من قدامي انتوا الاثنين، عشان حلة الخضار دي مش هتدلوجها فوق دماغكم انتوا الاثنين. طب روحي انت، روحي انت يا جمالات، روحي انت بس اكيد وانا هجيلك. لا ما يحصل والله ما يحصل، هتيجي معايا، هتيجي معايا، وحشتني بقى يا حاج. ما تطلعش بعد كده من القاعة، اوضه النوم دي انا مش عايزاك تطلع منها نهائي يا حاج بقى. يلا غور انت وهي يا حاج من قدامي، غور عشان مش هولع اي حاجه من هيني وارميها عليكم. امشوا من قدامي، ده هي تاخدكم. غيري مني وولعي. يلا يا حاج. ده هي تاخدك يا شيخه، لا اله الا الله. هي جايه البت دي عشان تموتني ولا ايه؟ يا سعاد، يلا يا حبيبي، يلا انا جهزت الشنطه اهي، ويلا عشان نروح الدار هناك. طب الدار هناك ما فيهاش غدا يا سعاد، هنعمل ايه؟ هجيب لك كل حاجه، كل حاجه هجيبها لك ان شاء الله، على طول هجيب لك خازين في البيت على طول ان شاء الله. رايحه فين يا هناء؟ رايحه فين يا حبيبتي؟ انا عامله لك شوربه خضار جوه، خشي كليه اهي انت وسعاد، وبعد كده ابقى امشوا. لا يا حبيبتي ربنا يخليك، لا عشان انا جهزت بقى وسعيد مستعجل قبل ما الليل يليل علينا، الليل هيليل علينا مش هنعرف نمشي في البلد. معلش يا حبيبتي، شوربه الخضار دي كليه، هي صحيه جوس، واكلي هناء منها ماشي، وخد العلاج، وما فيش حاجه تزعلك، اي حاجه تزعلك ارفعي سماعه التليفون هتلاقيني هنا على طول. خلاص يا امي، خلاص انا وصيتك، ما تزعليش نفسك، اي حاجه تحصل روحي قولي لست ابوهم عاقله وست كبيره ربنا يهديها علينا، فهميها كل حاجه وهي هتمشي الدار، وان شاء الله ربنا يهديها علينا. ماشي يا حبيبتي، يلا يا سعاد، سلام عليكم. ربنا يهدي سرك يا رب يا سعاد، ويقومك بالسلامه يا بنتي، ويقومك بالسلامه، ويقويني على مرات ابوك الجديده اللي جايه تموتني دي. يا جماعه انا عمري ما كنت ظالمي، عشان كده نيتي وجعاني وزعلانه قوي. انا هكفي الباقي، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف هنعمل ايه مع الوليه الشريره اللي جوا دي. ماشي، سلام عليكم. وما تنسوش بقى اللايكات على الفيديو عشان تشجعونا كده نعمل فيديوهات كتير، وكمان الاشتراك في القناه بيقوي القناه وبيشجع الناس انهم يشاهدوه. ماشي، والتعليقات كده وتشجعوني، واللايكات برضو يا ولاد. سلام عليكم.